بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسالة سلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نلاحظ مشاهدي الأكارم في هذا الحديث العظيم أو في هذه الأحاديث العظيمة مسألة الاحتساب والإيمان. مسألة الإيمان والاحتساب. الإيمان هو قول باللسان وعمل بالجنان، واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هكذا عرفه أئمة أهل السنة والجماعة. وهذا الإيمان هو أمر معنوي محسوس، محله القلب. إذا وقر في قلب الإنسان أتى بالعجائب. وهذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. والاحتساب جزء من الإيمان، ينطلق من مبدأ أن العبد يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيجازيه وسوف يعطيه في هذا العمل الأجر والثواب، فيحرص العبد المؤمن على إرضاء ربه، ويحرص على حصول الجزاء الأوفى من ربه سبحانه وتعالى، بل الجزاء بغير حساب. من هنا كان لا بد لنا أن نتكلم مشاهدي الأكارم على الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وإرادة العمل لوجه الله عز وجل. هذه قضية مهمة جدا. قام سوق الجنة والنار عليها، قام سوق الجنة والنار عليها. فمن كان مخلصا ومبتغيا وجه الله كان من الناجين الفائزين، كان من الحاصلين على الأجور العظيمة. ومن كان في عمله نقص كبير بسبب عدم الإخلاص فهو معرض لسخط الله وغضبه بحسب نقصه في هذا الباب العظيم. فمن الناس من أضر بإيمانه بحيث أنه هدمه ودمره بأن أشرك مع الله في العمل غير الله عز وجل، فدعا غير الله واستغاث بغير الله واستنجد بغير الله واستغاث بغير الله، رغم أن هذه الأعمال لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. افتتن هذا ووقع في هذا الأمر العظيم، فدمر إيمانه ودمر إسلامه، وهو يظن أنه يحسن صنعا ويحسن خيرا. فلما كان عند الله عز وجل وجد أن أعماله كلها ذهبت هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. مشاهدي الأكارم، مسألة الإخلاص مسألة عظيمة وخطيرة جدا، ولذلك شدد فيها الإسلام، شدد فيها القرآن الكريم، شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شدد في مسألة الإخلاص. لذلك
قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية أخرى قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وثمة أمر آخر متعلق أيضا بالإخلاص، أن العبد يجب عليه أن يرجو لقاء ربه، وأن يرجو ثواب ربه، وأن لا يزهد في هذا، فإذا زهد في مرضاة الله هلك والعياذ بالله، فإنه يصبح من الذين لا يرجون الآخرة ولا يرجون ما عند الله عز وجل، ويكون من الذين اطمأنوا لهذه الحياة الدنيا. وهذا ليس دأب عباد الله الصالحين، وإنما هذا دأب عباد الله المشركين أو عباد الله عز وجل الخارجين عن دائرة الإسلام والمسلمين. ولذلك من صفات اليهود والنصارى أنهم أحرص الناس على الدنيا والاطمئنان بها. قال الله تبارك وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أما المؤمن فهو حريص للقاء الله ويرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. من صفات هؤلاء أيضا ما أنزل الله عز وجل في أعين اليهود والنصارى، قال الله فيهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار جزاء بما كانوا يكسبون. من هنا مشاهدي الأكارم يتبين لنا سر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الموضوع كبير، الموضوع كبير. فالمؤمنون يصومون إيمانا أن هذا التوجيه وأن هذا الأمر جاء من عند الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في كتاب الله نقله إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال المؤمنون: سمعنا وأطعنا. قال المؤمنون لهذا العمل منذ أن فرضه الله عز وجل قالوا: سمعنا وأطعنا. ثم بدأوا يتسابقون في الأجر لما علموا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إيمانا واحتسابا. فالإيمان هو ناتج عن التصديق التام أن هذا هو أمر من عند الله عز وجل، والاحتساب هو أن ثمة أجر كبير جعله الله عز وجل لهذا العمل المبارك. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي عن الصيام، قال: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. السر في هذا أن الصوم خالصا لله تبارك وتعالى مخلصا له، ليس فيه ذرة شرك. فالصائم يصوم بينه وبين الله عز وجل، يصوم ولا يطلع على عمله هذا إلا الله تبارك وتعالى. لذلك هنا مشاهدي الأكارم كان من الضروري أن نذكر أنفسنا ونذكر مستمعينا الكرام بأهمية الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل. قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء. فيجب على العمل أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى.
كثير من أهل العلم حرف الإخلاص بتعاريف مختلفة لفظا متفقة معنى. فمنهم من قال الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده ولا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا له ولا دفع دين ولا دفع ضر. هذا تعريف آخر قالوا الإخلاص فقد رؤية الإخلاص. وقال بعضهم هو تفريغ القلب لله أي صرف الانشغالات عما سواه. وقيل الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وقيل غير ذلك مفاده أن يعمل العبد العمل يبتغي به وجه الله ولا يبتغي غير الله عز وجل أبدا. ولذلك كان سلفنا الصالح يجعلون في مصنفاتهم أول حديث يفتتحون به هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وكان هو الحديث الأول في صحيحه، ودرج الأئمة بعده في جعل هذا الحديث نصب أعينهم حتى يكون عملهم مقبولا لله تبارك وتعالى. الإخلاص مهم. ولذلك مشاهدي الأكارم لما ألف الإمام مالك رحمه الله موطأ الإمام مالك معروف، ألف كثير من الناس موطئات مثل الإمام مالك. فقال الإمام مالك كلمته المشهورة ما كان لله بقي وما كان لغير الله ذهب. أصبحت هذه المقولة كأنما هي آية أو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. جعل الله عز وجل لها القبول، ما كان لله بقي، وهذا حق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأي عمل يعمل يبتغى به وجه الله فإن الله يحفظه ويرعاه وينميه ويهيئ له من يرعاه ومن ينميه إلى قيام الساعة. هذه قواعد أساسية يجب أننا نؤمن بها. فقال ما كان لله بقي وما كان لغير الله ذهب. انظروا كيف صرف الله عز وجل قلوب الناس إلى كتاب الإمام الموطأ، فمنهم من شرحه ومنهم من نقحه ومنهم من حققه ومنهم من طبعه كرات ومرات ومنهم من درسه ومنهم، في حين هناك موطئات أخرى غير موطأ الإمام مالك لا نعلم عنها شيئا أو لا يعلم عنها إلا المختصين من أهل الاختصاص والفن في هذا الباب. والأمثلة في ذلك كثيرة. عندك من الكتب العجيبة في الانتشار كتاب رياض الصالحين. نحسب أن الإمام النووي رحمه الله كتب هذا الكتاب بقلبه يريد به وجه الله، ولذلك جعل الله عز وجل له القبول، فتجده في كل مسجد وتجده في كل بيت، ولا يكاد يذهب جيل إلا ويأتي الجيل الذي بعده فيهتم به ويطبعه، وكأنما ليس هناك كتاب مثل هذا الكتاب، رغم وجود هناك كتب كثيرة في نفس الموضوع الذي كتبه الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين. ومن الكتب العجيبة أيضا كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهب القحطاني عليه رحمة الله، توفي قريبا. هذا الكتاب أيضا من الكتب العجيبة الذي جعل الله عز وجل له القبول، مما يدل على أن بينه وبين الله عز وجل سر من الإخلاص والصدق، وأنه كان يبتغي به وجه الله حينما كتبه، في حين كتب الأذكار كثيرة جدا. الذين كتبوا في الأذكار كثير، ولكن
يعني جعل الله عز وجل لهذا الكتيب الصغير حصن المسلم يعني بلونه الفاقع، اللون الأحمر، أصبح شعار موجود في كل المكتبات وانتشر تقريبا في أنحاء العالم. إخواني في الله، العمل حينما يبتغى به وجه الله لا نريد به رياء ولا سمعة ولا نشرك مع الله عز وجل غيره أبدا، فإنه تحصل فيه الخير والبركة والرضوان من الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، الإخلاص سبب لعظم الجزاء مع قلة العمل. يعني أنتم لا يخفى عليكم حديث صاحب البطاقة، سأقرأه عليكم حتى تسمعون الحديث وكأنما تسمعونه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يا الله، في وسط العالم من البشر يستخلص، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل هذا، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذرا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا يظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا يسمى حديث البطاقة. هذا الحديث واضح أن هذا الرجل كان عنده من المعاصي الشيء الكثير، وعنده كلمة قالها بإخلاص وصدق، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوزنت هذه البطاقة فثقلت وطاشت السجلات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الرجل نجا بإخلاصه وصدقه مع الله، وإلا فإن القائلين للا إله إلا الله من أصحاب القبلة كثير، وعندهم وقد دخلوا نار جهنم بكبائرهم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله. لكن ثمة فرق بين هذا الرجل وبين أولئك في صدق الإخلاص، صدق الإخلاص وصدق القول بهذه الكلمة العظيمة. يعني شرح هذا المعنى حقيقة قد يكون صعب. ماذا يقصد شيخ الإسلام بصدق الإخلاص؟ هم قالوها ودخلوا النار، وهذا قالها فنجته. قال لك الفرق أن الذي يقولها بصدق ومحبة ويأتي بشروطها السبعة ليس كمن يقولها مجرد كلام فقط ولا يستشعر بمعناها ويعمل بمقتضاها. لذلك مسألة الإخلاص مسألة عظيمة. كذلك هي قريبة من مسألة اليقين. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الكمأة شفاء العين أو شفاء العمى، ماء الكمأة شفاء العمى. هذا حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس
من استخدم هذا الحديث ولم يشفى من العمى، ومن الناس من استخدم هذا الحديث وطبقه فبصر وشفي من العمى. ما الفرق إذن؟ قال العلماء الفرق اليقين. الذي يستخدم هذا الحديث وهو يجرب لا ينفعه، والذي يستخدم هذا الحديث وهو يقين أن هذا كلام رسول الله ينفعه. فالمسألة هنا مسألة إيمان بالله عز وجل ويقين بوعده. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مسألة اليقين هي كذلك مثل مسألة الإخلاص، من يخلص. لذلك قال ربنا عز وجل في بعض الأعمال: فلو صدقوا الله، يعني أخلصوا، لكان خيرا لهم. من صدق الله صدقه الله. ذاك الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ما هذا؟ على الغنيمة، لما جاءه الغنيمة قال: هذه غنيمتك، أنت غنمت كذا وكذا معا. فقال الرجل: ما لهذا تبعتك، إنما تابعتك من أجل أن يأتيني السهم ها هنا ويخرج منها هنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اصدق الله يصدقك، اصدق الله يصدقك. فالرجل لما أشار بيده على السهم في نحره ويخرج من خلفه كان صادقا. فبحثوا عنه في المعركة فوجدوا السهم قد دخل في حنجرته وخرج من الجهة الأخرى كما قال. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه أو فصدقه. هذا الرجل مات في سبيل الله وحقق الله له مراده لأنه كان صادقا. انظروا، هذا هو معنى الإخلاص، أن يكون هناك صدق مع الله عز وجل. نعم. الحديث الثاني حديث المرأة التي سقت كلبا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف ببركة كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. الله أكبر. مسألة ليست سهلة يا إخواني. هذه بغي، يعني عندها من الكبائر ما يرمي بها في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. بالذات الزنا كبائر الذنوب، بل هو من الموبقات كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة سقط كلبا فغفر الله لها. العمل بسيط جدا، شافت كلب نزلت موقها، الموق هو أظنه الحذاء، فنزلت في البركة وأخذت الموق وسقط الكلب، غفر الله لها. يعني عمل على كل سيئاتها السابقة من زجنان، من زنا متكرر. لما يقال إنها بغي معناته أنها زانية بزنا متكرر، نسأل الله العافية والسلامة. يعني هذه هي شغلتها، تأكل من فرجها، نسأل الله العافية والسلامة. وأنت تتخيل في كل ارتكاب زنا كم في من الوزر، كم في من الذنوب والمعاصي. زنا مرة واحدة كافي أن يهلك الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهو من كبائر الذنوب ومن المهلكات. هذه المرأة غفر لها ما تقدم من ذنبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: هي عملت هذا مع إخلاص عظيم وصدق واحتساب أجر عند الله. رأيتم؟ فقامت فكأنها تقول: اليوم أخلص عملي، اليوم أرضي ربي. فكان الله عز وجل حاضر في قلبها، الله عز وجل حاضر في قلبها. لم تكن مجرد سحابة عابرة تمر هكذا، وأنه مجرد عمل إنساني، عمل عاطفي، عمل خدمة حيوانية، لا.
وإنما كان هناك تعظيم لله عز وجل نتج عنه هذا الأمر. من هنا يتبين لك العمل القليل مع النية الطيبة يعظم. من ذلك أيضا يعني ذاك الرجل الذي اقتلع شجرة كانت تؤذي المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرنا أنه يتقلب في أنهار الجنة لأجل هذا العمل البسيط. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. يعني وجد شجرة غصن ليس فيها أوراق لكنها كانت تؤذي المسلمين في الطريق، جاب فأس معول اقتلع هذه الشجرة سوى الطريق ومضى. هذا العمل الرجل حينما عمل به كان مخلصا لله، يريد ثواب هذا العمل من الله ويريد رضا الله سبحانه وتعالى. طلع الله عز وجل على قلبه فأثابه مغفرة عظيمة. رأيتم كيف عمل بسيط ولكن كان حقيقة الثواب كبير جدا. فغفر الله له فشكر الله له ثم غفر له. وفي رواية: فهو يتقلب في أنهار الجنة. سبحان الله. عمل آخر أيضا مما يعظمه الإخلاص مشاهدينا كان الرجل الذي كان مسافرا في طريقه إلى مدينة أخرى، فجاءه ملك من السماء بصورة رجل وقال له: السلام عليكم. عليكم السلام. إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أنا ذاهب إلى مدينة كذا وكذا. قال: ماذا عندك هناك؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في الله. قال: هل لك عنده حاجة أو مصلحة؟ قال له: لا، إنما أزوره من أجل الله. فقال الرجل: فأنا رسول الله إليك من السماء كذا وكذا، أن الله يحبك كما أنك أحببت هذا الأخ في الله. رأيتم كيف يا إخواني؟ يعني وصل مسألة الإخلاص والصدق أن يرسل الله لهذا الرجل ملك. وهذا وإن كان في زمن بني إسرائيل لا يمنع أن يكون أيضا في زمننا من يرسل الله عز وجل لعباده ويظهر إليهم الكرامات نتيجة إخلاصهم وصدقهم مع الله. هذا ناتج عن الإيمان بالله، ناتج: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الإيمان بالله عز وجل وقوة الصدق بالله سبحانه وتعالى أدت أن الله يرسل ملكا إلى هذا الرجل. هذا الرجل ليس نبي، فكيف يأتي ملك؟ هذه كرامة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، وهي عادة ما تكون يعني فيها خوارق. هذه الخوارق تكون بسبب قوة إيمان الشخص وتعلقه بالله عز وجل وصدقه مع الله، وهذا نفسه هو من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، حتى لا يغتر العبد أيضا. ولكن الإخلاص يريك في نفسك العجائب. الإخلاص يريك في نفسك العجائب وترى ثماره بشكل غريب وعجيب. إذن هذا الرجل كان يسير، نزل عليه ملك وبشره الملك بأن الله يحبه لأنه أحب أخا آخر. فأخلصوا عملكم لله. بل مشاهدي الأكارم، الإخلاص نجاة. الإخلاص لله ينجيك من الكروب وينجيك من الهموم. أنت إذا كنت
مخلصا عملك لله، فإن الله يدخر لك هذا الإخلاص ليوم أنت يعني قد تحتاجه. على سبيل المثال، هذا نبي الله يونس بن متى. يونس بن متى نبي من أنبياء الله عز وجل، كان صادقا مخلصا مصليا مسبحا لله، وخرج مغاضبا من قومه دون أن يأذن الله عز وجل له، فغرق في البحر فالتقمه الحوت، خذه لقمة، حوت ضخم كبير، خذه لقمة واحدة فقط. أمر الله عز وجل الحوت ألا يكسر عظما ولا يخدش لحما في يونس بن متى. وكان يونس بن متى بقي في داخل الحوت فترة زمنية، الله أعلم، لا يحضر الآن، أظنها 3 أشهر كما قال بعض المفسرين. فبقي الفترة هذه لم يمت، وجعل الله عز وجل له متنفسا. قالوا أن في فم الحوت أكسجين، وقالوا أن في معدته أكسجين. هذا يحتاج إلى يعني أطباء بياطرة يذكرون هذا فعلا بالفعل، هل هذا صحيح أو لا لم أقف عليه، ولكن لا شك أن الله عز وجل قادر على كل شيء. ليس هذا هو حديثنا. حديثنا هو أن هذا الرجل لما وقع هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما وقع في هذه المشكلة العظيمة أنه غرق والتقمه الحوت، ما نجاه إلا الإخلاص، إخلاص عمله لله عز وجل. قال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني المصلين، لكن هذه الصلاة أداها خالصة لوجه الله، ولذلك نفعته اليوم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله، موضوع خطير، موضوع كان سيموت نبي الله يونس بن متى، وكان سيبعث من بطن الحوت على هذه العقوبة من الله عز وجل. ولكن تلك الأعمال الصالحة في وقت الإخلاص لله عز وجل نجته. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كذلك مشاهدي الأكارم، الإخلاص لله عز وجل ينجيك أيضا من الفتن ومن يعني بلايا الدنيا ومن العجائب. كيف ينجيك الله من هذه الأمور؟ أنت تتعجب. كل ما كان العبد يقدم أعماله خالصة لله يحفظه الله عز وجل. وهذا نبي الله يوسف عليه السلام، يعني تتعرض له هذه المرأة، تعتبر ملكة أو أميرة في ذلك الوقت، وهي سيدة، لا أحد يحاسبها على هذا العمل من البشر يعني. وتهيأت بكامل زينتها وبكامل رونقها، وغلقت الأبواب، وتجهزت لنبي الله يوسف عليه السلام، وأرادت أن تراوده عن نفسه. من الذي حماه؟ قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. اختلف المفسرون ما هو البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام. قال بعضهم هو الإيمان بالله، قال بعضهم جاءه جبريل وذكره، قال بعضهم أقوال كثيرة في هذا الموضوع. والذي تطمئن إليه النفس فعلا أن الله عز وجل أرسل لنبي الله يوسف عليه السلام جبريل ليذكره، هذا هو البرهان. ولقد همت به ولقد همت به وهم بها. القرآن واضح، وهم بها، القرآن واضح.
لولا أن رأى برهان ربه. نجاه الله عز وجل بإرسال هذا البرهان، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال بعدها: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. والمخلصين قراءة سبعية متواترة، المخلصين. إذن المخلص لله ينجيه الله عز وجل بإخلاصه من مثل هذه الفتن، من مثل هذه الفتن، لولا أن رأى برهان ربه. هذا واضح أنه رؤية عين وليس رؤية معنوية، والقرآن يؤخذ بلفظه كما هو. يعني نبي الله يوسف رأى شيئا أمامه، وهذا البرهان غالب ما قاله المفسرون أنه جبريل أو أنه ملك جاء ليذكره بالله عز وجل، ونبي الله يوسف عليه السلام يوحى إليه. وقول الله عز وجل وهم بها دليل الفطرة، دليل فطرة أن يوسف عليه السلام بشر يتأثر من فتنة النساء كما يتأثر أي بشر من البشر. والذي يقول أن الأنبياء لا يتأثرون فقد أخطأ. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نبينا. هل هناك أحد أقوى وأتقى لله وأخشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من نبي الله يوسف. وهذا هو يتأثر عليه الصلاة والسلام بالنساء فيقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وذات يوم خرج فرأى امرأة فأحجب بها عليه الصلاة والسلام، فعاد إلى زينب ودعاها إلى فراشه فواقها صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليفعل كما فعلت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فتن النساء فتن عظيمة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. ما المخرج؟ الإخلاص. الإخلاص أحد المخارج التي تنجيك من فتنة النساء، ويجعل الله عز وجل بينك وبين النساء وفتنهن حجابا مستورا، هو أن تكون مخلصا. قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة: إنه من عبادنا المخلصين. رأيتم مشاهدي الأكارم كيف يفعل الإخلاص لله عز وجل؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. لم تنتهي الكلمة. هل تذكرون مشاهدي الأكارم أولئك الثلاثة الذين دخلوا الكهف وكانوا على سفر في جبل ليس فيه أحد؟ هل تذكرون؟ ثلاثة حكاهم لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكأنه بين أيدينا عليه الصلاة والسلام. جزى الله الإمام البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود والإمام أحمد والإمام مالك وكل الأئمة الذين كتبوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارضى عنهم واجمعهم بنبيك الكريم في الفردوس الأعلى. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت علماء عن أمتهم. نقلوا إلينا هذه الأحاديث وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، والله ما خفي علينا من حياته ولا من أقواله شيئا صلى الله عليه وسلم. لذلك كأنه عائش بيننا عليه الصلاة والسلام، يذكر صباحا ومساء مع الأذان مع الصلاة، ويوم الجمعة الناس تصلي عليه كثيرا. شيء عجيب، شيء عجيب. 1400 سنة كأنه الآن ولد صلى الله عليه وسلم، والله شيء عجيب. وهذا يدلك على مصداق هذا النبي الكريم وعلى صدقه صلى الله عليه وسلم. سنختم ولكن بقصة هؤلاء الثلاثة باختصار. دخلوا الكهف
وأثناء الأمطار ونزول المياه والرياح نزلت صخرة فغطت باب الكهف. حاولوا دفع الصخرة ما استطاعوا، وليس حولهم أحد وهم في منطقة منقطعة، حتى لو صرخوا لا يستطيعون. ولم تكن في ذلك الوقت لا جوالات ولا إرسالات ولا الماجلان، ما في أجهزة يتصلون بها عبر الأقمار الصناعية. بس في هناك اتصال واحد باقي، ليست هناك أي اتصالات أخرى، لكن هناك اتصال واحد باقي لا ينقطع أبدا، وهو الاتصال مع الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون، الاتصال معه لا يقطعه شيء، لا إرسال ولا بث ولا أي شيء من هذه الأمور ينقطع مع الله سبحانه وتعالى. فقام أحدهم يتصل مع الله فورا، لأنهم هنا يعلمون أن لا ينجيهم أحد هنا إلا الله، واحد. اثنين، لا يمكن أن يسمعهم أحد في هذه الفترة إلا الله. ثلاثة، لا أحد عنده القدرة أن يأمر هذه الصخرة فتنفرج إلا الله. رأيتم؟ هذه الثلاث أمور اعتقدوها تماما، ولذلك قام أحدهم وقال لا ينجينا إلا الله، فرفع يديه وسأل الله ببره لوالديه. قصة طويلة. فبر الوالدين قال يا ربي إن كنت فعلت كذا وكذا من أجلك وتعظيما لك لأنك أمرتنا ببر الوالدين فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا، ولكن لا يستطيعون أن يخرجوا. قام الثاني وقال يا رب كان عندي ابنة عم وكانت جميلة وكنت أحبها كثيرا، وجاءت تريد شيئا من الدنيا على ضائقة أصابتها، فراودتها عن نفسها، فلما تمكنت منها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها خوفا فزعا. إن كنت قد قمت عنها خائفا منك وجلا فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، ولكنهم أيضا لا يستطيعون أن يخرجوا. جاء الثالث وقال يا رب كان لي أمانة وديعة لأحدهم جعلها عندي، وهذه الوديعة نميتها وكثرتها فأصبحت كثيرة جدا، وجاء صاحبها بعد فترة قال أعطيني وديعتي، فقلت له كل هذا الغنم والخير اللي تراه وواد من الغنم وواد من الخير كل هذا وديعتك هو لك. قال يا رجل لا تستهزئ بي. قال والله ما استهزئ بك، هذا مالك نميته لك. فأخذ هذه الأموال كلها ولم يبق شيء. يا رب إن كنت سلمته الأمانة خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فصاروا يمشون. رأيتم؟ والله عجبا. كان اتصال مع الله، أمر الله الصخرة أن تتزحزح. هل ممكن هذا يحصل في زماننا؟ نعم، إذا وجد العمل والإخلاص. هؤلاء بشر صحيح من بني إسرائيل، لكنهم أخلصوا. بر الوالدين موجود، الأمانة موجودة. من عمل عملا يريد به وجه الله فإن أعمالك يا أخي تغير الكون، السماوات السبع والأراضين وكل ما في حولك من الجمادات قد يتحرك من أجلك إذا كنت مخلصا لله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق. اللهم إنا نسألك إخلاصا ليباشر بشاشة قلوبنا، نسألك صدقا كاملا، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وإخلاصا ليس فيه لأحد فيه شيء. اللهم آمين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. مشاهدينا الكرام، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حتى ألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.